اختفي 30 يوم بس وارجع شخص تاني متغير عن زمان. لو عايز تطور من نفسك وتغير من نفسك بجد وتطور ذاتك، الفيديو ده ليك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. هل في يوم حسيت ان انت بجد متاخر؟ وهل حسيت ان الناس اللي حواليك كل ما تقول لهم حاجه انت عايز تعملها يتريقوا عليك، يتنمروا عليك، يقولوا لك يا ابني انت قليل؟ فيديو النهارده بعنوان اختفي 30 يوم وارجع شخص تاني، وهنقول لك خطوه بخطوه على الخطوات اللي انت محتاجها عشان توصل لهدفك وتحقق حلمك باذن الله. نيجي بقى على اول خطوه، وهي حاول تقلل السوشيال ميديا. وهتزعل مني لو قلت لك امسحها، وانا بقول لك وعايزك تزعل، امسح السوشيال ميديا نهائي. تيك توك، فيسبوك، انستجرام، تليجرام، اي تطبيق خاص بالسوشيال ميديا احذفه من عندك تماما، لان عمرك ما هتختفي عن العالم من غير ما انت تبقى محتاج انك تمسح السوشيال ميديا. يا علاء انت بتقول لي اختفي عن العالم، وانت عايزنا نقارن من البشريه؟ لا يا صاحبي، انا بقول لك اختفي عن العالم، يعني قلل قعداتك مع اصحابك على القهوه، قلل خروجاتك معاهم، قلل هزارك معاهم، بطل تشوفهم لمده 30 يوم، اقعد مع نفسك في اوضتك، ابدا خطط لمستقبلك، ابدا خطط لحياتك، ابدا خطط للسنه الجديده اللي جايه وانت لسه ما حققتش اي حاجه من سنه 2025. يعني 2025 في بدايه 2025 ونهايه 2024 انت جبت ورقه وقعدت تحط اهداف وتحط حاجات كبيره جدا ان انت تحققها، وفي الاخر ما حققتش حاجه. فاسمع كلامي وحاول تطور نفسك. نيجي بقى على الخطوه الثانيه، وهي حاول ترتب يومك. مش معنى ان انا قلت لك اعزل نفسك يبقى انت هتسيب الدنيا مكركبه حواليك، يعني الكتب في جنب، الهدوم في جنب، الاكل في جنب، الشرب في جنب. لا يا صاحبي، معنى ان انا قلت لك انعزل يعني انت حاول تطور نفسك، وتطور نفسك يعني ترتب يومك. ترتيب اليوم واداره الوقت حاجه مهمه جدا. طب انت دخلت اداره الوقت ليه؟ لان تطوير النفس وترتيب اليوم محتاج اداره وقت. هترتب يومك، هتنظم اوضتك عشان تبقى قاعد في جو ملائم بيك، البيئه المناسبه ليك. ليه بقى؟ لانك انت لو ما رتبتش اوضتك هيجيلك خمول وكسل انك مش عايز تشتغل، وهتضطر تروح لحاجات تانية احنا مش عايزينها. الخطوه الثالثه والحاجه الثالثه اللي عايزين نتكلم فيها، وهي اختار الناس اللي حواليك. بص يا صاحبي، انك هتتعزل اكيد يعني مش هتطلع بره البيت، لا اطلع عادي، لكن لما تطلع حاول تختار الناس اللي حواليك. عارف صحابك الدحيحه الشاطرين اللي بيفكروا في الفلوس، اللي عايزين يبنوا مستقبل كويس، حاول تروح تلزق فيهم، تقعد جنبهم، تصاحبهم، لانك لو صاحبت واحد شاطر هتبقى شاطر زيه، طب لو صاحبت واحد فاشل هتبقى فاشل زيه، والدايره ماشيه على كده، شاطر شاطر، فاشل فاشل، وفي النهايه طريقك غير طريقه. تيجي بقى الخطوه الرابعه، وهي ما تحكيش لحد عن حلمك اللي انت عايزه، وهو اعمل في صمت. بص يا صاحبي، انك تشتغل ما تحكيش لحد عن حلمك. انت انعزلت، ليه انعزلت؟ عشان ما حدش يشوف حلمك ويتريق عليك، فحاول ما تحكيش لحد عن حلمك. نيجي بقى على الخطوه الاخيره، وهي ابدا صغير. لما انت تعمل كل ده وهتيجي بقى تبدا بعد ال 30 يوم، حاول تبدا باللي معاك وحاول تبدا صغير. كل الناس ابتدت صغيره، ما حدش ابتدى معاه كل حاجه. انا ما ابتديتش معايا رنجلايت ومعايا ستاند ومعايا مايك كويس ومعايا تليفون كويس اصور بيه، لا ده انا ابتديت قليل جدا. انا ابتديت من اوضه قد كده، مسافه قد كده، الجدران بايظه، الكرسي بايظ، الترابيزه بايظه، التليفون بايظ، صوت متاخر عن الصوره، فالدنيا بايظه جدا. فحاول تبدا باللي معاك، ما تستناش. وانا الحمد لله دلوقتي اهو ليا قناه 60 مشترك وليا قناه 30 مشترك، وفرحان جدا جدا باللي انا وصلت له. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، وما تنساش تحجز معايا في اونلاين على الرقم اللي هتتوقعه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، تطور من ذاتك وتستكشف. سلام يا بطل.